اهلا بيكم في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه. طه قافش النهارده، معلش يا جماعه، عشان احنا هنتكلم في موضوع سنسيتيف جدا هو مضايقه، وانا وهو طول الوقت بيحصل كلاشات ما بيننا بسبب القصه دي، وهي هنتكلم عن السواقه وايه مشكله السواقه. ليه الرجاله ليه الرجاله دايما بتقول ان الست ما بتعرفش تسوق؟ ما تضحكش. وليه الستات دايما بتقول ان الراجل بيبقى متعصب ويبقى مستعجل وفي تهور وما بالراحه وما نلتزم اصلا حسبنا الله ونعم باساسيات القوانين بتاعه المرور؟ ده الخلاف اللي انا شايفاه كبير اللي ما بين البنات والرجاله، او يعني الستات والرجاله في موضوع السواقه، وهو واضح ان هو قرر يلتزم الصمت في الحلقه. ده معناه ان انا بتكلم صح وان انا رايي انا اللي صح، فانت هتفضل ساكت. انا مش فاهمه، انا هفضل بتكلم. طب حبيبي، انت جاي سايلنت واحنا داخلين آه. ايه اللي حصل؟ احكي انتي. ماشي، ده مش دي قاعده دايما. في حاجات بتحصل كده وفي حاجات ما بتحصلش، يعني عادي، ممكن ست ممكن راجل. عايز تقنعني؟ طب ماشي، احكي الموقف. في امان الله، شارع ضيق وسيده كبيره لطيفه كبيره في السن على عيني وعلى راسي، وانا قلت لها راكنه صف تاني مستنيه حد، هو اصلا الشارع بيعدي عربيه واحده. فقلت لها يا امي بعد اذنك بس عايز اعدي عجله. ففعلا طلعت عجله، اللي هي عجله اللي هي العجله لفت بس كده ما تعدي. قلت لها معلش يا امي كمان عجله بس عشان اعرف اطلع. راح طلع نفس العجله، راح جاي واحد من ورا راح مزمر. فقلت له معلش ست كبيره يعني نستحملها. قال لي ماشي. فمعلش يا امي عجله، راحت شتمه. لا انا ضد الشتيمه. فانا مش فاهم. لا احنا ضد الشتيمه اذا كان رجل او يعني ست. ده احنا بقى مش دخلنا مش بنعرفش نسوق، ده احنا ما بنعرفش. ايوه بس ليه مشخصنها في ست؟ ما هو ممكن لا مش ممكن ريم. هو معلش، هو الرجاله طول الوقت في السواقه ريم بيشتموا. سؤال. معلش انا لا اسفه. مش بتكلم على شتيمه. امال ايه؟ لما بتلاقي حد حدف على حد انت بتقول ايه؟ لا انا ببقى مهتمه وانا راكبه معاه، ببقى مهتمه اعرف انها ست ولا راجل علشانك، لان انت على طول بتقوم قايل اول ما حد بيعمل اي خطا كده تقول لي دي ست. طب اللي بيحصل؟ لا مش دايما بيبقى لا 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 لا, لا دايما ممكن مش... مره مثلا ايه واحد ماشي على 20 فيبقى راجل عجوز فنستحمله. طب ما هو اشمعنى الراجل العجوز نستحمله والست العجوزه او الست الكبيره ما نستحملهاش؟ لا انا مشكلتي مش مع الستات الكبار، انا مشكلتي اصلا مع الست اصلا، ان الست مش من حقها تسوق. انت بتدخليني في مشاكل كبيره. لا انا عايزه افهم. اكيد هي حلها اكيد هي حقها السوق. بس يا جماعه ما نتعالاش على السواقه، انتوا بتتفضلوا علينا بالسواقه. والله العظيم احنا الحمد لله ان احنا بنسوق، احنا بنتفضل عليكم ان احنا راكبين عربيات. لا احنا ما بنعملش كده في الوقت. لا احنا ما بنعملش كده. هقول لك بقى احصائيه لطيفه جدا عشان انت بتتضايق من الحاجات دي، بس في عدد من الاحصائيات بتقول ان اصلا الست بتسوق وبتلتزم بقوانين المرور اكتر من الراجل. مين اللي قال كده؟ احصائيات. ايوه مين اللي احصاها؟ ليه بقى؟ اقول لك مين اللي احصاها؟ طب اكمل ولا ما اكملش؟ لا ما كمليش. اكمل ولا ما اكملش؟ انت بتساليهم اكمل ولا ما اكملش؟ كملي بس قولي لي مين اللي قال الاحصائيه دي. انت لا عدد طب من اقول لك على احصائيه. طب ما اكمل لك الاحصائيه. انا هقول لك احصائيه دلوقتي. اكملها. انا اصلا هقول لك احصائيه برضو. دي من اختراعك. لا خش على جوجل وشوفها. لا خش على جوجل. انا ما بشتغلش. وانا صغير اخش على جوجل. انا عارف. امال انت هتجيب لي المرجع منين؟ انا المرجع. لا ما فيش حاجه اسمها انا طيب المرجع. انا بقول لك ده عدد من الاحصائيات. اتفضل. ان الراجل بيبقى واثق من نفسه زياده عن اللزوم في السواقه، وعلى طول بيبقى فيه تهور وبيحب السرعه وبيحب يخالف قوانين المرور وبيحب ياخد غرز، بيحب ياخد زيون. وعايز اقول لك حاجه، ان اكتر الحوادث في الموضوع ده، اكتر الحوادث الكبيره اللي بيبقى فيها عدد ضحايا بيبقى السواقين رجاله. الستات بتعمل حوادث، بس احنا بنعمل حوادث صغيره لان احنا اصلا ما بنجريش. عشان انتوا اصلا ما بتعرفوش تسوقوا. لا ما بنجريش والله العظيم ما بيعرفوش يسوقوا. احنا ما بنجريش وبنبقى ماشيين. مفيش سنس، مفيش يعني الابعاد بتاعه العربيه مش عارفينها والله العظيم.
لا مفيش حاجه اسمها ابعاد العربيه، احنا بنبقى في تحرقوا الدم يا حرص. جماعه، لا لا تحرقوا لا لا الدم. احنا بيبقى في حرص زياده واحنا والله. بنسوق. انا دمي ده انت محروق. عنصري على فكره، دي انا عنصريه. انا بقى في دي الحلقه دي عنصريه ضد المراه. انا عنصري ضد المراه. انا في لا الحلقه دي يعني ايه ده؟ مع إني طب من واحنا أكتر ناس عنصريين بتدافع. ضد الرجاله، لان الرجاله بتبقى متهوره جدا وبتسوق ده إحنا وبتتسبب. برضه. ايوه وبتتسبب في حوادث وطول الوقت كلكس 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 كلكس، ومع ان اصلا انت ماشي والمفروض في سرعه بتقول ان انت ما تعديش مثلا ال 50 وانت عايز تجري تعدي ال 50 عشان انت جامد قوي. طب سؤال 50 ايه؟ اذا كان اصلا ايوه السرعه 60 عندك ايه ده؟ ليه ما السرعه عندكش أصلاً في حتت 60. 50؟ فين بقى ده؟ في نص البلد. ما عندكش على نزله المقطم رادار كبير ب 50؟ ايوه دي نزله والناس المقطم. كلها بكل الناس. لا هو انا لما بنزل مقطم بنزل على 70 بيجي الرادار يهدي، بعد الرادار يجري. انت كده بتسلمينا. انا كده هنتكلمش. يا بنتي بتقول لهم ليه؟ افرضي مثلا مأمور اسم المقطم بيتفرج. ايوه طبعا عشان رخصه باسم. مش لوحدك، بس انت مش لوحدك بتعمل كده، كل الناس اللي بتسوق بتعمل كده. ريم بتيجي عند الرادار خلاص انت بتعرفش في الرادار. تسوق، اقسم بالله ما تحلفش انا بعرف والله العظيم. عندك مشكله؟ طيب ريم عندها إيه؟ مسرحيه انا بدعوكم كلكم تتفرجوا عليها، هي مسرحيه مهمه جدا اسمها مسرحيه كارمن. هي بتعرضها على مسرح الطليعه في العتبه. المسرحيه من اخراج استاذ ناصر عبد المنعم، انتاج مسرح الطليعه، بطوله ريم احمد وميدو عبد القادر ومجموعه كبيره قوي من الممثلين. ريم بطلت تروح سايقه المسرح. ايوه من اللي بشوفه في العتبه، مش عشان انا ما بعرفش اسوق. ايوه انت وبعدين انا عامله 130 ليله عرض، لما ابقى عملت 100 وبعد ال100 خلاص ما بقتش عايزه اروح بالعربيه. انت رحتي بالعربيه 3 ايام. لا. يوم الافتتاح انت رحتي امتى من غير؟ لا طبعا ماشي. ايه ده، انا بروح بالعربيه وبعدين البروفات كلها ما انا كنت بروح. ما تقوليش لا عكس معلش الحقيقه للسيد الجمهور، معلش لان انت المشاوير الصغيره انا اللي بروح اعملها. ايوه انا ما بحبش السواقه بسببكم، انتوا كرهتوني بسببنا في السواقه. ايوه الرجاله انت طول الوقت بتكلكس، انا متعوده انت طول الوقت مستعجل، انت طول الوقت لو بكلكس فالكلكس انا مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم على الرجل عامه. طيب اقول لك على حاجه، الرجاله عامه بتكون متسرعه متهوره انا ثانيه واحده معلش بقى انا بحس ان انتوا لما بتلاقوا ست مش هيعرفوا يمنتجوا، بتتنرفزوا. اللي قاعدين على المكنه مش هيعرفوا يمنتجوا. عايز اتكلم، عايز اقول لكم على تجربتي الشخصيه. انا العربيه بتاعتي حصل فيها حاجه كده في الكهرباء فما بقاش فيها كلاكس، هي نفسها رجع الكلاكس. انا أيوة تعاملت مع العربيه من غير كلاكس وبقيت بعرف اسوق من غير كلاكس، او يعني عادي ان انا عشان هي بتقول انتوا لازم بيب مش حقيقي خالص، انتوا اللي ايديكوا على الكلاكس على طول بس ماشيين عاملين كده، وتلاقي الكرسي انا ببقى ماشيه عامله كده لازق في الاكسداء، لازق في الطابلو بتاع العربيه وعاملين كده. احنا عاملين كده ان هم قاعدين في محاضره علم نفس قاعدين عاملين كده متحمسين كده. ايوه مركزين. بص بقى ايه ايام بقى، انا فاكر ايام المانيوال، انا طبعا بره الفريم، بس ايام المانيوال قلت لهم ايه ماسكه عامله كده، انت واخدني منهم تلاقيها ماسكه عامله كده اهو، وتقوم نازله تحت في بقى عربيات وفي ناس بتموت وفي مالهاش هي بتنقل بتجيب التاني. ليه مين اللي بيسوق كده؟ اهو بيضحكوا ورا انت مين اللي بيسوق؟ ما تحلفش. ده الفيزيكال اكشن ولغه الجسد الخاصه بالسواقه بالنسبه للحريق. مانيوال بقى ما تحلفش. بص المايك ما عجبهوش الكلام اللي انت بتقوله عشان ده ظلم بين. ده اي كلام، ده انت اللي بتقول اي كلام. مفيش لا احنا الستات على مستوى العالم. لا يا جماعه بدون احصائيات من غير اي حاجه، التجربه تثبت. وانا بسالكم وبسال فيكم صدقكم، تقولوا لنا في الكومنتات لو كنتوا عاملين لايك وسبسكرايب وشير وبيعملوا بقى الحاجات مش هرد، مش هقول. لا قولي لهم انا لا انت قول بقى. نجاح البرنامج مش انت اصلا الستات مش مهمه ومش هنحاول يسوقوا. لا بنغير الكلام بقى مش بنحاول يسوقوا. ما قلتش ان الستات مش مهمه، انا بقول ان الستات ايوه عندها مشكله في السواقه لازم تراجع فيها نفسها، وهتوجه لوزاره الداخليه ان هم يراجعوا كل الرخص بتاعت الستات. يا سلام. بس لا انتوا اللي متهورين، انتوا اللي بتبقوا عايزين تجروا بشكل والله خالص. احنا اغلب انا بجري يا ريم. اقول لك حاجه، اغلب الحوادث اصلا بتاعت السيدات بتبقى كحته. هي كحته دي ببلاش. اي انا اقصد دي بفلوس. ايوه الرجاله بقى بتعمل ايه؟ يعني هو الستات العربيه توتال لوس اصلا. يعني ريم عد اصحابنا اللي عملوا توتال لوس بعربياتهم البنات. مين؟ الصمت صدايا. لا مين؟ سكتنا. لا اقول لي لا في ناس كتير قوي. انا دي حادثه، دي حادثه الله حصلت حادثه في مره، لكن اغلب الحوادث بتاعت الولاد بتبقى
وراء التهور بتاع السواقه. طيب انا دلوقتي بناشد سيد الجمهور ان هو يقول رايه في الموضوع ده، ماشي، وانا بناشد برضو السيدات السيده الجمهوره انها تقول رايها، وهنشوف راي مين اللي صح ومين اللي رايه احق. ايوه والله العظيم ماشي. انا بتكلم ان في بني ادم، في انسان بيعرف يسوق وفي انسان ما بيعرفش يسوق. في بقى وارد ان الانسان ده يبقى سيده او رجل. في بقى توبك تاني عايز اتكلم فيه، السواقه في مصر. لا السواقه في مصر اصلا دي ميتافيزيقيه والله العظيم. احكي لك على موقف 2019 ولا 2016. كنت بعمل ايفنت وكان معانا اجانب مش مصريين، فهم كانوا عايزين يروحوا مكان. احنا كنا بنشتغل في استاد الدفاع الجوي، فكنا المنطقه ناحيه التجمع يعني. فهم كانوا عايزين يروحوا الناحيه التانية ناحيه زايد والهرم والحاجات دي. فقلت لهم طب يلا بينا نتحرك. بس كان لاجل حظي يوم ساعه الاجازه يعني فراش اور الساعه 12 الظهر وبتاع، ماشي على صلاح سالم. والله العظيم كلهم ستات برجاله قاعدين، مثلا في معايا 4 في العربيه قاعدين عاملين كده خايفين جدا. فبيسالوا لي هو انتوا ليه قريبين قوي ليه كده من بعض؟ العربيات ليه قريبه قوي من بعض على المستوى الرأسي والمستوى الافقي؟ يعني تحس ان هو بنبقى لازقين جنب بعض جدا وبنبقى قريبين جدا من بعض. انا ما اعرفش ده معانا في الكاميرا ولا لا، يعني بيقول لك مش عارف سيب كام متر ما بينك وبين اللي قدامك. مفيش الكلام ده، انت لازق الاكسدام في الاكسدام، والشاطر هو اللي ما يحكش. طب ايه التفكير ده؟ ايوه ما هو لا ده واقع، ما ده غير امن. هي بقى المشكله لو انت ما تعاملتش بنفس الفلسفه دي وبقيت بتعمل كده، انت مش هتوصل حته. انت ما تنزلش من البيت. لا انا بسوق وببقى عامله في السبيس. لا ايه المشكله؟ بتاخر شويه. انت بطلتي سواقه اهو، بمشي بالراحه. قللت سواقه علشان الحاجات اللي هي دي اللي هو الفكر بتاع السواقه اللي هو ايه، انا ابقى شاطره لما انا ابقى باخد غرز. لا هو في القوانين، لا هو انا ابقى شاطره موجود. لما اوصل من غير ما اذي حد لا نفسيا ولا ماديا. والله العظيم ماشي، ما دي نوصل شطاره. ماشي، ما انا بقى لما ابقى انا لازقه في العربيه اللي ورايا وفجاه حصل حاجه، حد عدى جه دايس فرامل فانا لبست، ما انا كده انا لبست واللي قدامي لبس، استفدنا احنا الاثنين. فكرين موضوع حد عدى دي علشان دي فقره لازم نتكلم عليها. ما احنا نتكلم عن التعدية دي في اللي جاي، في اللي بعد كده. خلينا بس نتكلم ان هو فعلا احنا بشكل عام احنا كمصريين ايوه بنسوق بطريقه غير امنه. عندي احصائيه انا واثق فيها. اوكي اتفضل قول. ان انا كنت فاهم ان المصريين بسبب ان هم عندهم هم بقى بصراحه المصريين عندهم تمكن في السواقه، هم بيعرفوا يسوقوا كويس. بس اشطر شعب عربي بيعرف يسوق مين؟ لبنان. برافو عليك. عشان كنت في لبنان، عشان احنا شفناهم هم بيسوقوا هناك. طيب تحيه للبنانيين واللبنانيات. دلوقتي بنلاقي ان دول ناس عايشين في جبل تقريبا، فبيعرفوا يطلعوا المنحدرات. يعني انت بتقولي نزلت المقطم او طلعت المقطم، هي واحده. لبنان كله كده، لبنان عباره كله عن طلعت ونزلت مقطم. فهم فعلا شعب بيعرف يسوق، وبس للاسف قريبين مننا في طريقه السواقه. ده حقيقي. انما بقى الشعوب العربيه وخصوصا الخليج العربي، وهنا بقى ده كلمه السر، النظام. انا دلوقتي بتكلم بجد بقى. هناك العقوبه، لان في مثل، في جمله عظيمه بتقول من امن العقاب اساء الادب. هناك انت ممكن في مخالفه تكلفك ثمن العربيه اللي انت راكبها، وممكن تبقى المخالفه بسيطه خالص زي كسر اشاره مثلا. السير العكسي ده ممكن تتحبس. في حاجه اعلى بقى، ان في بعض الدول الاوروبيه بيتعاملوا مع اللي بيعمل مخالفه عربيه انه مريض نفسي، مش بيتعاملوا معاه ان هو بيخالف وياخد ان ده مش طبيعي، ان ده مش طبيعي. لا ده مريض نفسي محتاج ثيرابيست يقعد معاه. ليه يا حبيبي بتكسر الاشاره؟ مش احمر يعني قف، اخضر يعني امشي، ما فيهاش. ليه بقى تبقى احمر تمشي واخضر قف؟ ايوه صح طبعا. فعلى ما اعتقد احنا محتاجين يبقى في نظام ويبقى في عقاب رادع بص هقول لك بقى حاجه على موضوع النظام دي. انا بحسها في السيكولوجيه عند ناس كتير بنحب نكسر احنا ما اعرفش. انا بحس ان هو لا، انا ببقى عايزه الناس تمشي على القوانين، بس الناس تمشي على القوانين. انا ما امشيش على لكن انا ما امشيش على القوانين، بس انت تمشي على القانون وهو كلنا نمشي على القوانين. بس انا لا انا عادي، انا ممكن اكسر اشاره عادي، انا ممكن اقف صف تاني، ده مفيش في ثانيه. ولو لقيت ونش معدي بزعل من الونش، معرفش ليه. او انا راكن في حته وهنا ممنوع الوقوف،
وطلعت لقيتني رخص. اتكلبشت، بزعل صح. من يكلبشوني ليه؟ ما انت واقف. ايوه يعني جت على ال5 دقايق دول، ما هو مفيش حاجه انا اسمها بعتقد كده. احنا بشكل عام شعب محتاج يبقى فيه نظام. انت لو انت وقفت في مكان غلط لازم خلاص كسرت الاشاره، انت اخترت تعمل حاجه، خد عواقبها. ما هي خلاص. بقى المشكله ان هي بقى ايه، لكن احنا بنبقى عايزين نكسر الاشاره وعايزين نقف في مكان مش ممنوع الوقوف، بس انا او في هعرف شارع اكمر مش عارف قصير. اليمين ايه، هعرف ايه ما هو برضو الرخص وانا بعمل بس على فكره المخالفات. عشان انت لسه بتقول ان القوانين بتاعت السواقه بره الموضوع بقى فيه تطور وحبس وحاجات، احنا بقى عندنا كده على فكره، احنا في تطور في القوانين وبقى في تطبيقها ما اعرفش في بقى حاجات احنا كتير أوي. وصلنا فين في التطبيق، بس اللي انا عارفاه ان كان في انزلي الشارع شوفي وصلنا فين. ما انا شايفه. ايوه بس ما هو انت كده هتبقى عايز على كل بني ادم في رقيب. واحد ضابط واقف رقيب عليه. مشكله كبيره، مفيش حاجه اسمها كده، احنا كتير. لازم نبتدي بنفسنا. كل واحد يبتدي بنفسه. ما هو انا صحيح. لو انا حافظت على القوانين، انا لو حافظت على القوانين وخليت اجبرت، فانا لما احافظ على القوانين هجبر اللي قدامي يحافظ على القوانين. صح يعني صح، عندك حق طبعا. فكره الشارع المصري، وعلى فكره مش في بس في حاجات كتير قوي، ان كل واحد محتاج رقيب مش ضميره. المفروض ان انت ضميرك يبقى هو الرقيب بتاعك، انما على المستوى الحقيقي ان انت مصلحتك هي الرقيب بتاعك. يعني اعرف اوصل فين الاول، دي الشطاره والفهلوه والحاجات. طب انا اقول لك حاجه، احنا بنتكلم، انا افتكرت موقف حصل معايا انا شخصيا. اوكي. انا كنت ماشيه في الشارع وكان قبل ما نتجوز ولا بعد ما نتجوز؟ لا كان قبل. لا خلاص، ما يعني كان في اوائل انا ماليش دعوه بدي. في اول تعليمي يعني، وانا لسه بتعلم في الاوائل يعني. اوكي. فكان في يوتيرن، انا قلت ايه ده اقرب لي. عارف انت اليوتيرن اللي هو ما بيبقاش متحدد هو ده جاي يعني رايح بس هو شكله ان انا بلف غلط، ان في يعني حاجه انا غلط. بلف غلط. وهو اللي بعديه بحبه حلوين، فقلت خلاص هاخد دي اسرق دي وخلاص. اسرق دي. فانا جه واحد المفروض هو هيلف ماشي، افتكرت اصلي حكيت لك عليه. هو المفروض هو هيلف، هو بيلف صح، انا اللي عايزه الف غلط. ما رضاش يلف، فضل واقف في اللفه عشان انتي ما تمشيش عشان انا ما الفش. طب والله العظيم بني ادم لطيف. وكان على فكره راجل كبير يعني. عشان ما تاذيش نفسك. فلقيته فضل واقف وبقول له طب حضرتك عدي، انا هعدي بعديك. قال لي لا انت هتمشي على طول وهتلفي بقى من اللفه بتاعتك. برافو والله العظيم. مين الراجل ده؟ ما اعرفش، بس انا من يعني عارف انت اللي هو خلاني اللي هو ما انا غلط. ريم ده مش راجل، ده ضميرك. ده الانسان اللي جواكي. ايوه ما هو فعلا. اقول لك حاجه، انا من ساعتها ما بلفش لفات عكسي فعلا. وريم انا ما بلفش ابدا لفه عكسي. انا ما بحبش اصلا. لا. انا ما بحبش السوق. انا يا جماعه انا مضطره. طب انا احكي لكم بس انا هعترف لكم في اخر الحلقه ان انا ما بقتش بحب السواقه. بس من اللي بشوفه من اللي احنا مجهده الموضوع. مره ريم كانت طالعه المقطم وكان معاها انكل احمد باباها وبتاع. انا عايز اقول لكم ان اخر الشوت ان في 18 راجل بيحاولوا ينزلوا العربيه من الجزيره اللي في النص. يعني هي جايه تلف اللي هي اللفه دي، العربيه اتعلقت فوق بتاع اللي بتقولك ان الستات بتعرف تسوق. على فكره ده كنت وانا لسه بتعلم السواقه وما ضريتش حد، انا ما اذيتش حد، ضريتي نفسك. ايوه. طيب ما هو انا خدت اليوتيرن. انا مش شايفه ربنا. انا مش شايفه ان الجزيره ما كانتش خلصت. وبعدين ساعتها على فكره ده الكلام ده انت بتتكلم في اول ما اتعلمت السواقه، مش هقول من امتى، بس ده عدد سنين كتير جدا. كانت قبل ما الشوارع تتطور. لا كانت الشوارع فعلا مش متطوره خالص. مش كانت الشوارع مش ايوه. بس على فكره اقول لك على حاجه، ده بجد انت حاجه في السواقه ان واضح ان بسبب التخطيط القديم وعدم الاهتمام قوي بالطرق عكس اللي بيحصل دلوقتي بصراحه. أيوة. دلوقتي في اهتمام عظيم بالطرق، احنا بنستخدمه غلط. بس يعني هو زمان ما كانش فيه اهتمام في الطرق، وكان البلعات ايوه اصلا كانت الجزيره اللي احنا بنقول عليها دي حاجه قد كده. ايوه ده مش جزيره، ده طوب اللي هو البلاكات حاجه كده محطوطه جنب. فانا مش شايفاها طبعا، وانا واقفه في يعني انا واقفه مستنيه الاشاره بتفتح عشان انا اخد امشي شمالك فانا مش شايفاها. فرحتي بقى قمت طالعه فوقيها بس ما نزلتش ساعتها وانا فوقيها ان انزل مش عارف. معلش انزل، بس موقف كان كوميدي وفعلا ما اذيتش حد. لا بس والله السواقه بتوتر قوي في مصر طبعا. انا بحس مثلا لما بيبقى عندي مثلا مشوار، عندي حاجه، ان انا المجهود اللي ببذله في الوصول للمشوار اكتر من المجهود اللي ببذله جوه الشغل نفسه. وانا عايزه احيي بقى يعني طبعا انا عارفه ان الشركات اللي هي اي حد شغلانته السواقه الشركات اللي هي كان، بس طبعا
لا هي المهنة دي مش كويس على المستوى الانساني، بس بجد البني ادم اللي بيقرر يشتغل يمتهن يمتهن ان هو يبقى سائق، الله يكون في عونه ويعني ربنا معاه. والله يعني هي عشان اعصابه انا ما اعرفش هو على ما اعتقد السواقه في مصر هي اللي زودت نسب الضغط والسكر. والله احصائيه دي احصائيه انا لسه قاريها في النوت بوك بتاعتي اللي انا عاملها. طيب احنا بالنسبه بقى احنا بنتكلم على اللي جوه العربيه اللي سايقين، تعالى نتكلم على اللي بره. انا ما اعرفش ليه في استحقار دائم للي بيعدي يا باشا عدي للي بيعدي، مش لازم نتناقش في والله ما اعرف. لا ولازم انا بشوف عينه من اللي بيعدي واللي هو ايه، لا انت معاك فرامل. ايوه بس انت وقف، مع ان انا ممكن افرمل بس اعمل حادثه او ممكن بلحقش اللي ورايا مثلا. هنستفيد كلنا ايه غير ان انت تعدي من الاماكن التعديه وتعدي بايقاع تعديه. في ناس بتعدي والله بس ان هم ايه جدا انا واخد راحتي اللي يحصل. وفي كلمه مهمه جدا، اماكن التعديه الثقافه مش موجوده دي مفيش بقى الكلام ده. انا ما بقدر احكي لك على حاجه. انا كنت في بلد عربي شقيق، كنت في سوريا 2005. انا من راكبي الميكروباصات، بحب اركب الميكروباصات جدا، طول عمري بركب ميكروباصات على جنب ينزلني. فانا ركبت هناك ميكروباص انا واصحابي، فاحنا كنا عند المدينه الجامعيه فنزلني، مفيش حد بيرد، نزلني. فراح الراجل قال لي دق الجرس. في جرس بيدق علشان السواق يعرف ان في حد في العربيه بتاعته نازل المحطه اللي جايه. ده ميكروباص عادي، يعني الميكروباص نفس فكره الاتوبيسات، ان هو ما ينفعش حد ينزل. احنا الاتوبيسات بننزل وبنطلع في اي حته احنا عايزينها في القاهره العامره. انما في سوريا والكلام ده من 20 سنه، كان عندي لسه ساعتها سنتين، لا في نظام. انت بترن جرس، بتعرف ان انا نازل المحطه جايه، فيركن على جنب بمنتهى الاحترام وينزل الناس الموجوده ويركب ومفيش اي حاجه. بص والله يعني انا شايفه ان مع تطور الطرق اللي حاصله دلوقتي، فانا شايفه ان احنا محتاجين كل بني ادم نراعي ربنا والله في الصرف اللي حاصل. أيوه. وفي التطور اللي حاصل، ونبقى على قد التطور اللي حاصل. صح. عشان انا حاسه ان احنا لسه مصرين ما نبقاش قده. يعني لا نحترم الاشارات، نحترم ان بقى في رادارات. انا مبسوطه جدا من فكره الرادارات اللي بقت كتيره، وبقيت خلاص انت مضطر ما بين مخالفات في شهر 4 هنتقابل في شهر 4 نشوف هتبقى مبسوطه ولا لا. ايوه بس هو طول ما انت ماشي على القوانين، حتى لو انا بتعاقب عشان انا مشيتش على القوانين، ايوه صحيح، انا من حقي اتعاقب. صح يعني ما هو لازم ابقى عارف. وده الحق. من آمن العقاب أساء الأدب. ده هيحترمنا كلنا في السواقة. ويا جماعة احترموا بعض وانتوا سايقين. في آخر حلقتنا بنطلب منكم ان انتوا تخلي بالكم من نفسكم وانتوا ماشيين. خلوا بالكم على حاجتكم وانتوا ماشيين. خلوا بالكم من بعض، يعني نحب بعض كده واحنا ماشيين في الشارع، ونحب بلدنا، ونحب يعني نحب كل حاجة، ونخاف على كل حاجة كده. إذا كان على نفسنا، على عيالنا، على أصدقائنا، على الناس اللي في الشارع اللي ما نعرفهمش، على أولادهم. نخاف على بعض يا جماعة، نخاف على البلد، نخاف على أرضينا. فعلا الستات ما بتعرفش تسوق. لا الستات بتعرف تسوق يا جماعة، أقسم بالله ما بيعرفوا يسوقوا، وعندنا مشاكل كبيرة. بتعرف تسوق سبحان الله. في ستات سوية قوي. أيوة على الله. لا أيوة. بس نسبة الستات اللي على الله إن شاء الله دول قد إيه؟ كتير قوي. الله واحد. إيه ده؟ بس قلنا في جامدين يعني برضه. ايوه في بنات بتعرف تسوق حلو جدا. ايوه بس في ناس، في ستات وبنات برضه على الله. لا بس نسبه اللي على الله قد ايه؟ ما هو في، بس يا جماعه نسبه وتناسب. انا بعرف اسوق. الكداب بيخش النار وانت بتكذب ليل ونهار. ريم انت على الله في السواقه؟ لا انا بسوق متوسط، يعني انا هضغط عليكي اكتر من كده يا ريم. انت على الله. لا طبعا. ايه ده؟ انا بعرف اسوق. اخصى عليك، انا بعرف اسوق. هو ايه ده؟ هو كده كلنا على الله. لا يا رب. ده كده ماشي. بس انا بعرف اسوق. تمام. لا انا بعرف اسوق قشطه. وانا ممكن اوريك ان انا ما بعرفش اسوق. لو انت عايزني هتلاقيني بقى ايه في الركنه، اخش لك في وش عربيه، هركن لك بقى العربيه كل يوم. فاكره البلاعه اللي لبستها قدام البيت اهو؟ يعني انت بتعمل حاجات غريبه. كلنا بنعمل حاجات غريبه. بس هو انا بتكلم في فكره نسبه وتناسب. طه
في انسان بيعرف يسوق وفي انسان ما بيعرفش يسوق، مش هنشخصنها ضد رجل او مرأة. بص بقى انا حيادية ازاي، انا مش حيادي، انت حر، ده رأيك. نحافظ على نفسنا، يعني ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ عيالنا ويحفظ بلدنا ويا رب كده ايه طول الوقت نبقى واخدين بالنا من نفسنا واحنا سايقين، اذا كان او انت بتعدي او انت في الشارع بشكل عام، ونحافظ على بلدنا وشوارعها ونحبها وبس. وتعمل لايك وسبسكرايب. ايوه. تخش على اليوتيوب، هتفرج على الحلقه كامله. معظم الناس بتشوف الريلز وما تخشوش يشوفوا الحلقه، بس هيشوفوا الحلقه ويتبسطوا. على الانستجرام شير و ريبوست. احنا مبسوطين جدا معاكم على فكره، وردود ردود الافعال والكومنتس على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، تيك توك وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب. ابتديتوا تقولوا لنا افكار حلقات، وده شيء بسطنا علشان بنحس ان احنا بنتكلم معاكم بجد يعني. شكرا، وهنستناكم في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه. باي باي. تعرفين